يا مساء الرقي والشياكة على كل ملكة في مملكتها. أهلا بيكم. النهاردة عايزة أتكلم معاكم في موضوع مهم شوية، موضوع كده بيوجع قلوبنا كلنا بعد ما بنقفل باب بيتنا وبندخل كده، فبتحسي بالندم بعد كل خروجة خرجتيها، بعد كل قعدة قعدتيها مع أصدقائك أو زمايلك في العمل، في شغلك، مع حد من جيرانك، مع أي حد من أقاربك. كم مرة كنت قاعدة فيها وانجرفتي في الحكي وحسيتي إنك كنت كتاب مفتوح بزيادة؟ كل مرة بتروحي فيها بيتك بعدها بتلومي نفسك وبتقعدي تسألي نفسك أنا قلت ليه كده؟ ليه عرفتهم تفاصيل حياتي؟ الحقيقة إن الكلام الكتير مش حاجة كويسة. الكلام الكتير مش دايما بيكون دليل على إنك شخصية اجتماعية ولا شخصية حبوبة. بالعكس، أحيانا بيكون ثغرة بنسمح فيها لكل الناس اللي حوالينا إن هم يقتحموا حياتنا، بيعدوا حدودهم معانا في حياتنا وفي الأسئلة اللي دايما بيسألوها ما تخصهمش. النهاردة هعلمك ازاي تبقي متحفظة بذكاء. واول حاجة هنتكلم فيها النهاردة عن موضوعنا هي انك انتي تكوني ممنوعة من العرض. يعني ايه ممنوعة من العرض؟ علشان تبقي متحفظة فانتي لازم تعرفي ايه اللي بيتقال وايه اللي ما بيتقالش، ايه اللي بيفضل جوايا في الصندوق الاسود، وايه اللي ممكن يتحكي للناس بره واقوله، وايه هو اللي يتحكي لبعض الناس والبعض الاخر لا. خلي في حياتك 4 حاجات كده فيهم خطوط حمراء، مش خط واحد بس، خطوط حمراء كده. أسرار بيتك، علاقاتك بين الناس وأصدقائك الآخرين، علاقاتك بأهلك، علاقتك مع شريك حياتك أو علاقتك مع أولادك. دول مش مادة للحكي والكلام والفضفضة مع أي حد. الناس بتنسى المشكلة اللي انت كنت بتحكيها أو اللي انت كنت واقعة فيها ومحتاجة سند فيها، ودايما بيفتكروا الصورة الوحشة اللي انت رسمتيها عن بيتك او اللي انت اتكلمتي فيها عن زوجك او اولادك او اهلك او اي حد. تاني حاجة، خططك المستقبلية. يعني مثلا انا داخلة على مشروع جديد او حاجة بسيطة، هبسط لك اضعف الايمان، يعني انا مش هتكلم في حاجة كبيرة، هتكلم في حاجة بسيطة. انا هعمل دايت، حاجة بسيطة قوي اهي، هعمل دايت او في عبادات جديدة عليا انا ما كنتش قبل كده بعملها، فبقيت اجد واجتهد فيها وبعملها. حاولي على قد ما تقدري ما تحكيش فيها وما تتكلميش فيها. هو احنا ليه بنقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ لان الكلام عن الخطط قبل تنفيذها بيفرغ طاقتك، بيخليكي خلاص ما عندكيش الشغف وما عندكيش الطاقة اللي تجلب لك الحاجة اللي انت عايزة تعمليها وتنفذيها. وكمان بيفتح باب للحسد او لآراء سلبية ممكن تكون من اي حد بتهز ثقتك في حلمك اللي انت بتعمليه وتهز ثقتك كمان في نفسك. تالت حاجة هي الوضع المادي او المالي. على قد ما تقدري، سواء كنتي ميسورة الحال في سعة او في ضيق، خلي امورك المادية خاصة بيكي جدا. خدي بالك من النقطة دي، لان الحاجات الخاصة قوي المادية دي في ناس تانية بياخدوها بمعنى اخر. هي ليه جايبه الحاجه الفلانيه وهي بتقول معيش وما عنديش؟ هي ازاي جايبه كذا ومرتبها كذا؟ الحاجات دي خاصه، ولا تعرفي مرتبك ولا مرتب جوزك ولا مصروف بيتك خارج ايه وداخل ايه، لان الحاجات دي بتتنظر وبتتاخد بمعنى تاني، بيحسبولك بمعنى اصح. رابع حاجه وهي حاجه مهمه جدا، نقاط ضعفك القديمه. مفيش داعي ان انت تحكي عن اي اخطاء حصلت منك زمان او حصلت من حد ليكي، او اي عيوب كنتي بتحاولي تصلحيها في نفسك لشخصك او لشخص تاني. حاولي على قد ما تقدري ما تخليش الحاجة دي تقف عندك وتبقى موضوع للحكي وللكلام وللفضفضة. بلاش، اقفلي الباب ده تماما. بصوا بقى، في حاجة تانية مهمة قوي عايزة اقول لكم عليها، يا ريت ناخد بالنا منها ونعملها مع بعض. جربي والله العظيم، صدقيني مش هتندمي. جربي الحاجة دي، اعمليها كده، وعايزة اسألك فيها هو انت فعلا جربتيها ولا لا. في حاجة اسمها فن تصنيف الدوائر. بمعنى، مين يستاهل يسمعك او يسمع منك حكاويكي وحاجاتك الشخصية، ومين ما يستاهلش. الغلطة اللي بنقع فيها كلنا هي ان احنا بنتعامل مع كل المعارف اللي حوالينا كأنهم اصدقاء حميمين، اصدقاء مقربين. هقولك على حاجة حلوة قوي، تعالي مع بعض نصنف الناس لدوائر. يعني نعمل كل جزء من الناس مجموعة ناس كده، نعملهم دايرة معينة كده، على كل حبة ناس دايرة مغلقة. خلينا نقول أول حاجة الدايرة الواسعة.
الدايرة الواسعة دي خليها للمعارف وزملاء العمل، في شغلك، في الجامعة، في أي مكان انت بتخرجي فيه بره في الشارع. دول كلامنا معاهم بيكون عن الجو وعن الشغل العام وعن عن المظاهر وعن حاجات كتير عامة، عن أخبار الساعة وأخبار اليوم. بس كلامك بيكون سطحي وجميل ومحترم، لكن ملوش علاقة بيكي كإنسانة ولا له علاقة بحياتك الشخصية إطلاقا. عاملة ايه؟ الحمد لله. ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله. المدرسة الفلانية كويسة كده، يعني خلي كلامك مختصر. تاني دايرة خليها هنقول عنها ان هي الدايرة المتوسطة. الدايرة المتوسطة دي هتبقى الأقرباء والأصدقاء الجدد، يعني ناس جديدة عليكي في حياتك لسه متعرفة عليهم. دول بنشاركهم اهتماماتنا وهواياتنا. أنا مهتمة بكذا، بحب كذا، بتفرج على كذا، حاجات يعني عادية بسيطة برضو، ولكن ممكن يعني يعرفوا عني مثلا ان انا بحب الحاجة الفلانية عشان ممكن نتشارك فيها، ولكن مش اسرارنا العميقة. اسرارنا العميقة دي بتكون لحد تاني خالص. تالت دايرة هنتكلم عنها وهي الدايرة الضيقة. هنقول دايرة محدودة، هنقول عليها دايرة ضيقة، هنقول دايرة مغلقة. فهتكون الناس دي اهل ثقة، انتي بتثقي فيهم، انتي تعرفيهم من عمر ومن سنين ومن زمن. دول عددهم ما بيتعداش عدد صوابع ايديكي، بل بالعكس يقل عن عدد ايدك الواحدة، عدد صوابع ايديكي الواحدة، يعني ما يزيدوش عن 2 3. يمكن لو عدوا ال4 او بقوا 5 هيبقوا برضو كده كتير، ويعني دول مش بيبقوا كلهم اهل ثقة، صدقيني وعن تجربة والله. دول بس اللي مسموح ليهم ان هم يشوفوكي كتاب وهم ما هواش مفتوح قوي، ولكن مفتوح، يعني ما تفتحيهوش قوي لدرجة ان انت ممكن تندمي في يوم من الايام، بس هتقولي لشخص او 2 هتكوني فيه كتاب مفتوح لمجرد بس انت عايزة تفضفضي او عايزة تاخدي رأيه، وانت شايفة ان هو اهل الثقة، والرأي اللي هيقولك رأيه هيكون رأي صائب ويكون رأي في محله. واسألي نفسك برضو السؤال ده، ويا ريت تجاوب عليا لو انت سمعاني وعايزة تردي عليا في الكومنتات، ردي عليا وقوليلي هل انت خلطتي قبل كده بين الدوائر دي ولا لا. خلي دايما ردودك دبلوماسية. يعني ايه يا هبة ردود دبلوماسية؟ مش فاهمة، وضحيلي. هقولك يا ستي، يعني ازاي تقفلي بابك عليكي، مش باب شقتك ولا باب بيتك، لا، بابك انتي، باب قلبك وباب شخصيتك، بس تقفلي بشياكة. اكبر تحدي للمرأة المتحفظة هو الشخص الفضولي، واحسن حاجة تعرفي تردي على الناس المحرجة اللي دايما بتخش كده فضوليين زيادة عن اللزوم وبيحرجوكي، ازاي تردي من غير ما تباني قليلة الذوق. لو حد سألك عن حاجة خاصة ردي دايما كده بابتسامة، وقولي له والله لسه ما خدتش قرار نهائي في الموضوع الفلاني، يعني انا لسه بفكر فيه، لما يكتمل هقولك، واكيد انت اول حد هحكي له. بس من غير ما تغلطي. لو حد ضغط عليكي اكتر بالتفاصيل قولي انا والله من النوع اللي مش بحب اسبق الاحداث، بخاف اتحسد، جيبيها بهزار وبضحك يعني اضحكي كده وقولي والله انا بخاف على نفسي من الحسد يا جماعه، خلوها بعدين، لسه ما خدتش قرار نهائي. فجيبيها بهزار برضو، وهتقوليها برضو بشياكه، اديكي خرجتي من الموضوع بدون ما تحرجي نفسك ولا تحرجي اللي قدامك. ولو حد سألك عن رأيك في اي حد تاني يا ريت علشان بس ما نخدش في قصه النميمه، قولي فلان ده شخص محترم وما شفناش منه اي حاجه، ما شفناش منه غير كل خير. لو انت تعرفيه، لو انت بقى ما تعرفوش اقفلي باب النميمه خالص، لان انت فعلا ما تعرفوش تماما. فهتقولي ايه؟ انا والله ما اعرفش الشخص دوت، فما اقدرش احكم على حد من غير ما اتعامل معاه. حبيبتي خليني احكي لك كده على مثال واقعي بيحصل معانا كل يوم. تخيلي واحده زميلتك في الشغل او جارتك سالتك سؤال عادي، بتقولك يا فلانه مفيش اخبار عن الموضوع الفلاني اللي كنتي ناويه تعمليه، سواء كان بقى مشروع ولا خطوبه ولا سفر او حتى حميه غذائيه. انتي بقلبك الابيض الطيب العفوي هتردي عشان القعده حلوه وبتحكي، هتبداي تحكي على طول وقاعدين تتكلموا، والله يا فلانه انا بدات الحاجه الفلانيه وخايفه من كذا وعملت كذا وعندي مشكله في كذا، وهوب انتي خريتي. هنا انتي عملتي في نفسك ايه؟ انتي سلمتيها خريطه حياتك كامله. هوب تعالي كده بعد يومين حصلت مشكلة بسيطة والموضوع اتعطل، هتلاقي نفسك طول الليل قاعدة تفكري يا ترى هي دلوقتي بتقول عليا ايه، يا ترى هي راحت حكت لمين ان موضوعي فشل. والتفكير ده لوحده بيسحب طاقتك بدل ما وبيخليكي كمان مكشوفة نفسيا.
بدل ما انت تخلي تفكيرك الموضوع تعطل ليه، او يا ترى هي هتقول عليا ايه، انا كل ما ببدأ في حاجة بفشل فيها. بدل ما تفكري في كده، لأ، ما تقوليش لحد اصلا مشروعك ولا خططك، وفكري هتنفذيها ازاي، هو ده الافضل. الموقف التاني لنفس السؤال بس مع المرأة المتحفظة، الست الشطورة اللي بتسمع الكلام. لما اتسألت نفس السؤال ردت بابتسامة هادية كده وقالت ايه عفوا، والله لسه الموضوع في علم الغيب، دعواتك بس يكمل على خير واكيد هتعرفي في وقت ان شاء الله. تشاركيها بقى بكوبايه قهوه لو هي قاعده في بيتك، لو انتوا بره، لو انت عندها، حاولي تخلصي الموضوع هنا وتدخلي في اي موضوع تاني. الفرق هنا بقى في ايه؟ الست الاولى اللي هي عفويه روحت بيتها قلقانه ومستنزفه ومتضايقه وعماله تفكر. انما التانية اللي هي الست الشطوره اللي دايما ردودها دبلوماسيه وست متحفظه، روحت بيتها مستوره واسرارها في امان، وهيبتها ما تمسكش، هيبتها في مكانها ومحدش قلل من شأنها ولا حد قدر يحلل خطواتها الجايه ولا عرف هي بتعمل ايه ولا رايحه فين. هقول لكم على حاجه عمليه ومجربه، هو تمرين. التمرين ده حاجه واحده بس هتعمليها، جربوها الاسبوع دوت وردوا عليا في التعليقات وشوفوا التمرين ده نافع معاكي وعمل جاب معاكي نتيجه ولا لا. بس تركزي وخلي الموضوع في دماغك، ما تتفاجئيش بالردود بتاعه الناس او بالاسئله بتاعه الناس اللي قدامك. قبل ما تردي لو حد فاجئك وسالك سؤال شخصي، قبل ما تردي استني 3 ثواني، عدي كده على صوابعك في مخك كده وفي ذهنك كام عدة كده، 4-5 عدات بسرعة كده بس وانتي مركزة. شوفي الإحساس بالسيطرة هيكون عامل ازاي، على قد هتسيطري على نفسك. انت كده بتسيطري على نفسك ان انت ما تقوليش ما تحكيش او ما تتكلميش. قبل ما تردي على اي سؤال جايلك اصمتي شوية، استني 3 ثواني 4 ثواني كده ما تتكلميش قبل الرد، وشوفي انت هتردي تقولي ايه. هتردي بدبلوماسية صدقيني، جربي بس خلي الموضوع في ذهنك وفاكراه، ما تتفاجئيش. اختي الغالية، حياتك وتفاصيلك واسرارك لازم تفضل غالية ومحمية. حبيبة قلبي، صوني نفسك بصمتك وحافظي على هبتك بكلمات قليلة وموزونة. افتكري دايما الجملة دي، ان الصمت احيانا اذكى رد. حبيبة قلبي، خلي كتاب حياتك مقفول، ما تخليهوش مستباح لكل عابر سبيل. الناس بتحترم اللي لسانه موزون وكلامه عزيز يعني قليل، والغموض دايما بيدي سحر خاص كده وجاذبية صدقيني. وابدأي النهاردة وارسمي حدود للسانك عشان يحترمك العالم، وخلي بالك بتحكي ايه والمين. واخيرا وليس اخيرا حبيبتي، ما تنسيش تعملي شير لصاحبتك اللي محتاجة تسمع الكلام ده. ودمتم في سلام وامان، والسلام عليكم.